السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا حلقه جديده من سلسله سي بلس بلس ان ديبث. في الحلقه اللي فاتت اتعلمنا ايه هو الباينري ريبريزنتيشن اوف داتا، وعرفنا ان كل الداتا في الكمبيوتر سواء كانت تكست او ارقام او غيره بتتخزن بشكل باينري، بتتخزن بصوره اصفار ووحايد في الكمبيوتر او في الميموري. اوكي حلو قوي. دلوقتي بقى عايزين نتعلم عن التايبس. ايه هي التايبس؟ التايبس هي اشكال الداتا اللي عندي. انا اكيد الداتا اللي عندي كلها اللي انا بتعامل بيها سواء في الكمبيوتر او في الحياه عموما مش كلها زي بعض. تمام؟ يعني مثلا انت لما تمسك بطاقتك الشخصيه، مثلا بطاقتك الشخصيه فيها مثلا اسم، الاسم ده تكست. فيها مثلا رقم قومي، رقم قومي ده بيبقى ارقام. فيها مثلا النوع بتاعك انت ذكر او انثى، ده بيبقى يا ذكر يا انثى، بيبقى مثلا اف فور فيميل، ام فور ميل. عندك مثلا تاريخ الميلاد، ده تاريخ. فاكيد الداتا دي كلها مش متمثله في الكمبيوتر زي بعض، فانا محتاج نوع مختلف لكل واحد فيهم عشان اقدر امثله واتعامل معاه. ده اول حاجه. تمام؟ اهو اول حاجه عشان امثله ده مهم جدا. ثانيا عشان اقدر اتعامل معاه. يعني ايه اتعامل معاه؟ اتعامل معاه عشان اطبق عليه اوبريتورز مختلفه من اللي عندي. اوبريتورز دي زي ايه؟ ابسط مثال على الاوبريتورز اللي هي الجمع والطرح. مثلا انا لو عندي مثلا هنعمل اتنين فاريبلز زي ما عملنا المره اللي فاتت. انت ايه هيبقى مثلا قيمته 10، وبي، تعالوا نعمل كده، بي هيبقى قيمته كام؟ 20. اوكي. انا لو جيت عملت عليهم ايه، عرضتهم كده، عرضت مثلا نتيجه جمع ايه زائد بي اللي هو بستعمل عليهم اوبريتور الجمع عادي جدا. تعالى كده نبص. تمام. هيطلع لي 30. مين اللي حدد ان انا لما اعمل الاوبريتور ده اللي هو علامه الزائد دي على الاي والبي هيجمع لي القيمتين اللي موجودين جواهم؟ اللي حدد ده هو كونهم من تايب انت. فاي حاجه من تايب انت بعمل عليها الاوبريتور ده بتشتغل بالطريقه دي. طب لو جينا مثلا غيرناهم، خليناهم مش تشار، لا خليناهم سوري، خليناهم كده ايه، سترينج. تمام؟ وطبعا السترينج بشكل عام كده، السترينج هنتكلم عنه اكتر قدام، بس هو سيمبلي بيشيل التكست. فاهم؟ اي حاجه ما بين علامتين تنصيص هي عباره عن تكست، ممكن يبقى مش ارقام، ممكن يبقى حتى كلام بتتشال في سترينج. فتعالى كده نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل هنا. اللي هيحصل هنا ان انا نفس العمليه اهي، علامه الزائد برضو، بس غيرت التايب بتاع الداتا. بص اللي هيحصل. المره اللي فاتت كان طابع لي 30، المره طابع لي ايه، 10 و20. يعني ايه؟ يعني جاب ال 10 لزق فيها ال 20. فهو ليه عمل كده؟ ليه ما جمعليش الارقام اللي جواهم؟ لان السترنج بيتعامل مع علامه الزائد ان هو ايه، يجيب الكلام يلزقه في بعض. طبعا هنتكلم عن السترنج اكتر قدام، بس ايه، بنديكوا بس مثال. فمين اللي حدد التعامل ده؟ ان هو مثلا لو سواء اجمالي الارقام او سواء يلزق لي الكلام جنب بعضه، اللي حدد التعامل ده هو الايه، التايب بتاعي. طيب دلوقتي احنا بس عايزين نفتح النوتة نديكم معلومه صغيره كده. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ عن التايبس، صح؟ التايبس دي اللي هي انواع البيانات. انواع البيانات عندي ممكن تكون انواع كتيره. مثلا ممكن تكون ارقام، نمبرز، تمام، بانواعها. ممكن تكون تكست اللي هو كلام، تمام. ممكن تكون ترو فولس، ترو وفولس، تمام. ممكن تكون حاجات مركبه اكتر من كده، زي مثلا زي امبلوي داتا، مثلا امبلوي داتا، تمام. اللي هو مثلا بيانات الموظف، او ستودنت داتا اللي هي بيانات الطالب. تمام. فدي كلها انواع بيانات. حلو قوي. بس انواع البيانات دي ممكن نضمها كده تحت نوعين كبار جدا، هم دول اللي بيحددوا لنا التايبس بتاعتنا. اللي هم مين؟ اللي هم البيلت ان، بيلت ان تايبس، او اللي بنسميهم ايه، اليوزر ديفايند تايبس. يعني ايه ويعني ايه؟ البيلت ان دي يعني الحاجات اللي سي بلس بلس موفرها لك منها لنفسها، زي اللي هنشوفهم كمان شويه، زي مثلا اللي شفناهم من شويه اللي هم الانت مثلا، التشار، الكلام ده. دي البيلت ان. طيب اليوزر ديفايند، اليوزر ديفايند دي حاجات انت بتعملها بنفسك. اللي هو مثلا انت هتلاقي عندك مثلا النمبرز والتكست والترو فولس مثلا، دي حاجات السي بلس بلس موفرها لك. طب انت عايز تعرض مثلا امبلوي داتا، الامبلوي ده مثلا عنده اسم وعنده رقم موظف وعنده مرتب وعنده درجه وعنده مش عارف ايه ومش عارف ايه ومش عارف ايه. كل الكلام ده انت بتعمله انت اللي بتكتبه بايدك وبتستعمله بعد كده. تمام. طب هل انت كل حاجه جديده هتعوز تعملها هتعوز تكتبها بايدك؟ لا، في حتى لايبريز كتير موجوده، وفي حاجات كتير مكتوبه اوريدي انت ممكن تاخدها تستعملها. بس دي في الاول وفي الاخر ايه، يوزر ديفايند. في يوزر هو اللي كتبها، مش لغه السي بلس بلس نفسها هي اللي مديها لك. اوكي. طيب عايزين نبص على البيلت ان تايبس. البيلت ان تايبس في منهم اكتر من نوع. اهم نوع احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو الاريثماتيك. اريثماتيك يعني ايه؟ اريثماتيك يعني رياضي، يعني بيشيل ارقام. هل في حاجات تانية غير الارقام؟ هقول لك في مثلا حاجات بتبقى بوينترز مثلا، في حاجات مثلا بتشيل اريز، في حاجات بتشيل تكست. دي كلها ماهياش ارقام، فما يخصناش الانواع التانية دي. احنا هنتكلم دلوقتي عن الاريثماتيك تايبس دلوقتي. اوكي. لو فتحنا كده الكتاب اللي هو الريفرنس بتاعنا، تعال نشوف الاريثماتيك تايبس اللي فيه. دي الاريثماتيك تايبس اللي فيه هتلاقيهم كتير جدا. يعني هل انت مطالب انك تحفظ كل الكلام ده؟ لا خالص، انت مش مطالب تحفظ الكلام ده. انت مطالب بس تعرفهم وتفهمهم، عشان احنا ما بنحفظش حاجه، احنا بس بنعرف ونفهم. الحفظ ده ما بيجيش، انت غالبا بتفهم الحاجه مع استخدامها. اوكي. فاحنا هنبص على الجدول ده، نبدا نتعرف على خواص الحاجات دي اكتر واكتر، فهنفهمها ايه، واحده بواحده. اولا كده لو تبص في التايبس بتاعتك، عندنا مين؟ عندنا مثلا البوليان،
البوليان ده اللي هو ايه؟ اللي هو اسمه بول. التايب ده اللي انت بتكتبه في الايديتور عندك، فانت هتكتب بول دي معناها بوليان. بوليان ده بيشيل ايه؟ بيشيل يا ترو يا فولس. طب هتقول لي طب ترو فولس دي ايش دخلها بالارقام؟ هقول لك، او مش هقول لك، تعالى حاسبتها لك. اعمل ايه؟ اللي هو انا لو عملت فاريبل نوع بول، تمام؟ الفاريبلز يا شباب باختصار كده قبل ما نوصل لحته الفاريبلز، هي الموضوع اللي بعد التايبس بالظبط، بس عشان نتكلم عنها باختصار، هي ان انا بدي تايب. في الحاله دي هدي تايب بول وهدي له اسم وليكن مثلا بي. الاسامي دي ليها قواعد هنوصل لها قدام. بعدين ممكن ادي له قيمه. القيمه بتاعت الفاريبل البول بتبقى يا ترو يا فولس. مثلا ندي له ترو، تمام؟ طب انا عايز اشوف القيمه دي، هعمل له سي اوت ايه بي اللي انا كتبته ده، هعرضه على الشاشه. تعالى كده نبص، هيديني ايه؟ هيديني، بص كده، اداني واحد. طب لو غيرنا دي خليناها زيرو، سوري، خليناها فولس، تمام؟ اقفل كده وكده، اهو لاحظ عرض لي زيرو. طب نديك مثال افكس كمان، تعالى مثلا نشيلها ونديها مثلا واحد احنا بايدينا. بص كده اللي هيحصل، هيعرض لي برده واحد. ان يعني هي تقدر تشيل رقم، بس هي بتشيل ترو اور فولس بس. ليه؟ لان الترو في البروجرامنج بتتمثل بالواحد، الفولس في البروجرامنج بتتمثل بالزيرو. اوكي، فعشان كده البوليان بنحسبه من ضمن الارثماتيك تايبس. طيب عندنا بعد كده ايه؟ عندنا تشار ودبليو تشار وتشار 16 وتشار 32. ايه كل دول كلهم بيشيلوا كاركتر. طب ليه انا عندي 4 انواع بيشيلوا كاركتر؟ عشان 4 انواع دول بيختلفوا في حاجه اسمها المينيمم سايز بتاعهم. هنتكلم عنهم واحده واحده، بس نفهم بس ان انا عندي تشار ودبليو تشار وتشار 16 و32 بيشيلوا ايه؟ بيشيلوا كاركتر. يعني ايه كاركتر؟ كاركتر دي في البرمجه اللي هي مثلا، تعالى كده ايه نعمل فاريبل جديد. تعالى نمسح الكلام ده، تعالى نعمل ايه تشار، نسميه سي. وايه الشارت ده هيشيل كاركتر. الكاركتر ده بيتعمل ازاي في البرمجه؟ احنا بنعمل سنجل كوتيشن ماركس، 2 كده سنجل كوتيشن مارك، وبنحط جواهم الكاركتر بتاعنا. الكاركتر ده ممكن يكون اي حرف، اي علامه، اي رمز، ممكن يكون حتى رقم. بس يعني حاليا هنعمله ايه؟ تعالى مثلا نعمل حرف الاي اهو كده، انا عملت ايه؟ كاركتر. حد يقول لي ما اقدرش اكتب اكتر من كاركتر، هقول لك تقدر، بس هو في الاخر هيشيل اول كاركتر منهم بس، تمام؟ فده بنشيل فيه ايه؟ الكاركتر. طيب انت دلوقتي بتقول اهو ان هو بيشيل كاركتر، ايه علاقته بالارثماتيك؟ اقول لك، لو تفتكر برضو في الفيديو اللي فات ان احنا قلنا ان الكاركترز بتتخزن ازاي؟ بتتخزن انها تتحول الكود بتاعها في الاسكي كود. فانا لو جيت مثلا هوريك مثالين، هعرض لك مثلا حاجه كده. الحاجه دي انت مش مطالب انك تفهمها دلوقتي، بس فاهم يعني. بص كده معايا، ان انا هقول له اعرض لي السي ده، بس بعد ما تحوله لرقم. يعني حول لي سي ده لرقم. شوف كده اللي هيحصل، هيتحول لرقم عادي ويديك 65، لان الاي لو تبص عليها في الاسكي تيبل هتلاقي 65. طب تعالى اديك مثال تاني. مش هحول بقى اي حاجه، وكمان مش هديله هنا كاركتر. هديله كام؟ هديله 9 7. بص كده اللي هيحصل، هيديني ايه؟ اسمول، لانك برضو لو بصيت في الاسكي تيبل على الاسمول هتلاقي قصادها كام؟ 97. فهو برضو الاتش ار هو اي نعم بيشيل كاركترز، بس الكاركترز دي في الاول وفي الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن ارقام برضو. اوكي. اوكي. طيب معلومه اخيره قبل ما نقفل الفيديو. ايه المعلومه دي؟ المعلومه ان انا ليه عندي 4 حاجات للكاركترز. تمام، ال4 حاجات للكاركترز دول بيختلفوا في المينيمم سايز. على فكره الفكره ان هم بيختلفوا في المينيمم سايز دي هتشوفوها كمان تحت في الارقام وفي الايه؟ الارقام اللي فيها كسور. فركز فيها كويس. بيختلفوا في المينيمم سايز. يعني ايه بيختلفوا في المينيمم سايز؟ يعني ده مثلا لاحظ بيقول لك المينيمم سايز بتاعه اقل سايز ممكن يكون بيه 32 بت، وده 16 بت وده 16 وده 8. طيب ده بيفرق في ايه؟ السايز بتاع كل واحد فيهم بيفرق في هو يقدر يمثل قد ايه. فمثلا لان التشار مثلا حجمه 8 بت مينيموم، فهو يقدر يمثل لي اي كاركتر في الاسكي كود. صح ولا مش صح؟ لان الاسكي كود احنا عارفين عايزه 8 بت، فهو يقدر يمثل لي اي كاركتر في الاسكي كود. لكن مثلا تشار 16 وتشار 32 حجمهم اكبر، فيقدروا يمثلوا لي الكاركترز اللي موجوده كمان في اليوني كود. فدي ميزتهم. اوكي. طب حد يسالني مثلا، طب ليه في عندك الدبليو تشار ده؟ الدبليو تشار ده وايد كاركتر. هو مش مهمته ان هو يمثل الكاركترز اللي باليوني كود، لا، هو مهمته ان هو يمثل اي كاركتر موجود في الاكستندد سيت بتاعه الماشين اللي انت شغال عليه. طيب ايه الكلام الكبير ده يا اياد؟ هقول لك ان كل ماشين، او كل ماشين دي يعني جهاز واوبريتنج سيستم وكده، عندهم حاجه اسمها الاكستندد سيت، دي مجموعه كاركترز خاصه بيهم. فهو بيقول لك الدبليو تشار ده بيبقى مهمته ان هو يقدر يمثل اي كاركتر موجوده فيها، مش بس الاسكي كود، مش مقتصر على الاسكي كود. فممكن مثلا ماشين يبقى عندها الكاركترز دي مثلا حبه صغيرين، ممكن ترسلهم في 8 بت، فهو هيبقى حجمه ان هو يمثلهم بس، تمام؟ طب لو مثلا كاركترز اكتر من كده، مثلا محتاجه 16 او 32 بت، ساعتها حجمه على الماشين دي هيكبر. لان هو هنا مسميها مينيمم سايز مش سايز، لان السايز بتاع دول مختلف بير ماشين. يعني ممكن انت مثلا على جهازك اللي هو جهاز مثلا شغال بويندوز معين، شغال بقطعه معينه جواه، تلاقي مثلا ان الكاركتر مثلا حجمه 8 بت، على جهاز تاني تلاقيه مثلا 16. مثلا الانت مثلا على جهاز معين تلاقيه 16، على جهاز تاني تلاقيه 32. عادي، لان ده مينيمم سايز، هم ما يقدروش يقلوا عن ده، بس يقدروا يزيدوا عادي جدا. فالسايزز دي زي ما قلنا مينيمم سايز اللي هو اقل حاجه يقدروا يمثلوه. فانا عندي اكتر من نوع من التشار، ليه؟ لان كل واحد فيهم له مهمه معينه.
دول مهمتهم ان هم يمثلوا يونيك كود كاركترز، ده للاسكي كود كاركترز، ده للاكستندد سيت بتاعت الماشين اللي انت شغال بيها. تمام. الفيديو الجاي باذن الله هنتعرف على الارقام، وهنتعرف على الارقام اللي فيها كسور اللي هي الفلوت والدبل واللونج دبل، وهنشوف برضو هم ليه في اكتر من نوع منهم والانواع دي بتفرق في ايه، وهنشوف القواعد اللي هم محطوطين بيها. اشوفكم الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل شير مع اصحابك اللي بيتعلموا سي بلس بلس. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامه.